السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الكرام من جميع دول العالم. إن شاء الله النهارده هنتكلم عن أشجار الجوافية، إيه هي المعاملات اللي هتتم على أشجار الجوافية خلال شهر مايو. طبعا بداية طبعا أحب أتكلم طبعا أولا عن التسميد. المفروض ان انا هسمد او هروي الارض طبعا بمعالج ملوحه. طبعا معالج الملوحه اذا كان معالج ملوحه سائل هيكون معدل 5 لتر لكل فدان، واذا كانت معالج الملوحه طبعا هيكون بودر، هيتم طبعا المعالجه بحوالي من كيلو لكيلو ونص لكل 600 لكل فدان. طبعا تاني شيء هنتكلم عنه التسميد الازوتي. طبعا انا بفضل استخدام نترات النشادر طبعا عشان بتكون بطيئه معايا في الحركه في النبات، عشان ما تديش معايا سباجات طويله بدون خروج الخرج. طبعا زي ما انتم ملاحظين طبعا هنا بدايه ظهور الخرج او الثمار. تمام. بعد ذلك طبعا بحاول افضل اضافه معدل شكاير بوتاسيوم ومعدل من 50 ل 100 كيلو جرام لكل فدان. طبعا بيتم نسرهم حول الاشجار. بعد ذلك طبعا في الرش الورقي طبعا المفروض ان انا هبدا رش فوق. اول رشه طبعا هكون بيها رشه المبيدات الاكروسيه. طبعا هتكون معايا المبيدات الاكروسيه بمعدل ربع رتل لكل 600 رتل مياه، طبعا عشان انضف بيها الاشجار، طبعا تكون الاشجار خاليه من الاكروسات. وهفضل اضافه معاها ماده بياض دقيقي طبعا عشان اتكلمنا سابقا عن موت القمم الناميه طبعا للنبات اللي هي زي ديت، طبعا بتموت طبعا بسبب وجود البياض الدقيقي. فاحنا هنبدا معالجه بدري ان شاء الله باضافه المركبات اتكلمنا عنها. هنحاول نضيف توبسين بمعدل 400 جرام لكل 600 رتل مياه. هنبدا الرشه ديت. بعد الرشه ديت ان شاء الله بحوالي فارق 10 ايام او 15 يوم هنكون باضافه مركبات فوسفوريه طبعا لتنشيط عمليات التزهير في الاشجار. هنضيف معدل حوالي رتل فوسفايد او فوسفايد بمعدل رتل كل 600 رتل مياه. وهنضيف معاهم حوالي رتل احماض امينيه لكل 600 رتل مياه. طبعا الرشه ديت رشه تنشيطيه لعمليات التقرين او عمليات الاسمار في الاشجار، وطبعا بتدي معايا طبعا عشان تعوض معايا نسبه الحلل اللي موجوده في الاشجار او موت الاطراف في الاشجار واصفرار الاوراق. طبعا ان شاء الله طبعا المفروض شجره الجوافيه خلال هذه الفتره طبعا هنكون بعمليات التعطيش. طبعا هنحاول نروي كل حوالي 25 ل 30 يوم عشان اربط الاشجار ان هي من النمو الخضري تتحول معايا للنمو الثمري، ما تسرحش مني السباجات او تسرح مني الضربات. زي ما انتم ملاحظين هنا في بعض الضربات طولت خالص بعدم وجود عمليه للتقريب. طبعا اشجار الجوافه طبعا دي المعاملات اللي هتتم خلال شهر 5، وان شاء الله طبعا هنكمل مع بعض باذن الله برنامجنا ان شاء الله، وهنتابع معاكم مرحله مرحله وشهر شهر بحيث ان احنا نوضح هذه المعلومات. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.